اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات شباب تك. البودكاست ده اللي بيفتح ابواب عالم التكنولوجيا والبرمجه والذكاء الاصطناعي، ولكن من وجهه نظر مختلفه، من وجهه نظر الشباب والاطفال. النهارده هنشوف تجارب ملهمه واحلام كبيره ممكن تكون سبب في إلهامكم وإنكم تدخلوا مجال التكنولوجي. خلونا نرحب بضيفنا النهاردة. ماسيو، ازيك؟ كويس مستر. عرفنا بيك يا ماسيو. أنا ماثيو. أنا عندي 13 سنة وشوية. تمام. أنا بقالي حوالي 10 سنين بدرس التكنولوجي. سنة كام يا ماسيو؟ أنا حاليا في جريد 7. صراحة يعني بحب التكنولوجي قوي. طب جميل جدا. يعني انت وانت عندك 3 سنين ابتديت تدرس تكنولوجي اه لغاية 13 سنة. انا 10 سنين ده عمرك يعني كله مقضيه في مجال التكنولوجي. ابتديت طبعا شكل التكنولوجي اتغير خالص من اول ما ابتديت لغاية دلوقتي، ودخلت اكيد مسابقات كتير. احكي لي على تجاربك في خلال الرحلة دي. أنا أول ما كنت دخلت كويدو، بعديها دخلت ال NXT. بعديها لقيت ان في الاي في 3 ولقيت ان في كورس عليه، فدخلت ال3 ليفلز بتوعه. وبعدها بكام سنه عملت بقى في السبايك. بعد السبايك دخلت في الاردوينو. ومن ساعه بقى من بعد ال NXT كان في السيزون بتاع ال FLL اللي هو اكوا ادفنتشر. دخلت السيزون، المسابقه عجبتني جدا، فبدات ادخل كل سيزون من ساعتها. دخلت كام سنة بقى؟ ده اكوا ادفنتشر دي كانت من 6 سنين يمكن ولا حاجة. الثامن بدا 8 سنين بانرث اللي هو السيزون ده. اوكي، ما شاء الله. هل كل سنة بتضاف لك حاجة جديدة؟ طبعا يعني. طب غير المعلومات، كم المعلومات اللي باخدها من الريسيرش، الخبرة في البروجرامينج والستراتيجيك ثينكينج عشان الروبوت والميكانيزمز اللي بتعلمها كتير جدا يعني. هل الكلام ده فرق بقى في حياتك، في دراستك، في المدرسة؟ انت شايف ان انت مختلف عن الطلاب التانيين اللي موجودين في المدرسة نتيجة الحاجات اللي درستها؟ انا ملاحظ ايوه الصراحة يعني. فكرة ان انا باخد كورسات وبدخل المسابقات دي مخلياني عارف التكنولوجي اللي حواليا شغالة ازاي، الميكانيزمز، كل يعني العالم حواليا ماشي ازاي. بالذات برضو مع فكرة جو جرين اللي داخله جديد، حتة ان انت تكون عارف كل piece of tech حواليك شغالة ازاي بقى كروشال، مش حاجة يستهان بيها. انت بتكتب كام لغة برمجة؟ بايثون، سي، وشوية شوية باتش. وانت بتكتب الكود هل بتبقى متشوق ان تشوف ان هو فعلا في الاخر هينجح معاك، هينفذ الامر اللي انت بتعمله، ولا بتكون فيه ملل ولا يعني ايوه، بس ساعات بيبقى الموضوع fingers crossed. عشان في حتة برضو البروجرامينج لانجويجز دي بيبقى الموضوع حتى الحرف بيفرق. طبعا. فاللي هو لما اكون قاعد بقالي مش كام ساعة بكتب في كود واجي اقرا له يفيل بسبب مثلا حرف، ده بيعلمك ايه بقى؟ اركز واكون مسؤول عن ادق التفاصيل في كل حاجة بعملها. ده بيفرق بقى في حياتك التانية، في كل الحاجات التانية اللي انت بتعملها. بالذات بان انا بكبر، فبيبقى بكون مسؤول من نفسي اكتر. فدوت هيكون من مسؤوليتي ان انا اكون مسؤول عن كل حاجة بعملها. رائع جدا. هل ده بيرتب لك كمان تفكيرك ومخك وبيخليك مش سطحي، يعني بتخليك بتفكر في الامور التانية بطريقة منطقية اكتر؟ بكون عارف بشكل بسيط جدا ان انا اقسم الحاجة لستبس. يعني مش هفضل بقى افكر كان يوم عقبال ما ارتب دنيتي. بالعكس، ده ساعدني كمان ان انا اظبط يومي، اظبط وقتي، موضوع البروجرامينج. شايف ايه اللي اتطور في التكنولوجي من اول ما ابتديت من 10 سنين وانت كان عندك 3 سنين لغايه دلوقتي؟ ايه اللي اتطور في التكنولوجي بصفه عامه يعني؟ موضوع ان الواحد يقدر يروح من simple electronics، resistor وبلب وموسفت وكده، و simple coding languages، يبدأ الموضوع يتطور معاه، يبقى conditions mechanisms motors، يقدر يبقى في interface بينه وبين الماشين. بعدها يدخل الماشين learning،
دوت حاجة كانت بالنسبة لي لما عرفتها وتعلمتها كان موضوع مبلم لما طبعا. بشوفه. مم. ان الماشين تقدر تتعلم وتعلم ويدخل معاها الاي اي. فموضوع الاي اي ده برضو شايف بقى الاي اي ده واخدنا ورايح لغايه فين؟ راح لبعيد قوي. طيب انت بتستخدم ايه في الاي اي؟ انا الصراحة مش من النوع اللي معتمد قوي على الاي اي. يعني اكتر استخدام عندي بس ان انا يا بخليه ديباج كود انا بكون اليوم كله مش عارف ديباج، او حاجه مش فاهمها complicated مثلا phenomenon في اوكي. الاستروفيزيكس بس سهل لنا حاجات في حياتنا. كتير. اه. بس اللي يعرف يستخدمه صح. انت ما اللي هو مش عايز اقول ما بتشغلش مخك بس ما بتبذلش مجهود صح. عشان تتعلم. وزي ما بيتقال easy come easy go، فانت هتفضل تستخدمه اكتر واكتر على يعني ما نفس زي يحلش ما محلك لكن يساعدك في اداء شغلك. اه التطور التكنولوجي ده ممكن يكون في يوم من الايام طريقه شكل المدرسه ممكن يكون عامل ازاي؟ الموضوع هيميل اكتر للتكنولوجي. هتبقى مناهج مش احتمال بل اكيد في داخل فيها اي اي. بل بالعكس انا بدات الاحظ الموضوع ده كتير في المناهج اللي انا باخدها السنه دي. فالموضوع ممكن يوصل لكمان ان نكون احنا بنتعلم من منهج اي اي عامله. صح. وممكن اللي بيشرح بالظبط. يكون مش مدرس موجود في الفصل، هيومانويد. وممكن يكون طريقه يعني الفصل الدراسي نفسه شكله مختلف ايوه. عن دلوقتي. ممكن يكون فيرتشوال، ممكن يكون مم. ميتافيرس، ممكن يكون حاجات كتير ايوه والصراحه مم. انا بشجع حته التعليم بالميتافيرس دي. ليه؟ عشان انا شايف ان التعليم مش حفظ وخلاص اللي وده اللي هو انت بتعمله في الافلام على فكره. بالظبط. انا بتعلم باخد كل بتعلم مم. وبطبق على الروبوت، بطبق في الريسيرش، بطبق في البرزنتيشن. لو كان المدرسه كده فكم وكم الجيل الجديد اللي هيكون طالع مش هيكون قاعد بقى على التيك توك، مظبوط. هيكون قاعد طول اليوم بيشغل مخه بيفكر بيبدع. شايف ان في لغه حوار مختلفه لما بتقعد مع زمايلك في التيم اللي انتوا بتشتغلوا داخلين اي مسابقه من اللي بتدخلها، وبتتكلموا مع بعض في بروجكت وفي هندسه وفي ميكانيكا وفي بروجرامينج وكده، عن لما بتخرج مع زمايلك اللي في الفصل او في النادي او حاجه طبعا قاعدين في كافيه او حاجه؟ طبعا في فرق شاسع. زمايلي اللي في الفريق مم. اللي في الاف ال ال او في الكورسات بيكون بينا نفس الفوكابيولاري، فاهمين بعض، عارفين وجه التكنولوجي من بعض. لكن اصحابي مع المدرسة يعني ممكن ما يكونش فيه الصلة دي. مم. حابب يبقى عندك روبوت في البيت بتاعك صاحبه بيعمل I'm لك working حاجه؟ on it. انا فعلا working on it. شغال عليه دلوقتي؟ اه حلو. هتسميه ايه بقى؟ بصراحة ما قررتش. طيب ناوي تخليه يعمل لك ايه في الأرض؟ هو انا كنت بفكر مم. الصراحة اعمله كروفر. اوكي. روفر. وانا الصراحة يعني هبدأ اخليه اللي هو كأنه ايه فويس اسيستنت الاول. حلو. بعديها ابدأ اعمل سيستم مم. فيا واي فاي او بلوتوث، مم. يبقى كأنه سمارت هوم. حلو. فويس كوماند. افتح شباك، اقفل الستارة، ولع السخان كده. وتبتدي تطور فيه بعد كده ويكبر بالظبط. معاك بقى وصل اتنين. طبعا. خد كارت من دول وفيها اسئله غريبه عن التكنولوجي. اوكي. ما اعرفش الاسئله موجوده ايه. خد واحد من دول اقراه قول لي. لو عندك زرار يخلي الدنيا كلها شغالة بالروبوتات، يا ترى هتدوس عليه ولا هتدوس لا؟ عليه ولا لا؟ لا. ما فيش بني ادمين هيشتغلوا وروبوتات بس اللي هتشتغل؟ لا. ليه بقى؟ هقول لك. الموضوع ده ايوه هيسهل، ايوه هيطور، ايوه هيبني كتير في العالم، لكن هنبقى بالظبط شبه فيلم والي. مم. ناس تخينة قاعدة على كراسي بتاكل وما بتعملش حاجة. تعال نتكلم شات جي بي تي. اوكي. خليه يسالك سؤال وترد عليه، ولو انت حابب تساله سؤال اساله السؤال ده وشوف هو هيرد عليك يقول لك إيه. تمام. صباح الخير. انا معايا ماثيو دلوقتي بعمل بودكاست. ماثيو عنده 13 سنة وبيدرس تكنولوجي من 10 سنين، من أول ما كان عنده 3 سنين، وهو قاعد معايا دلوقتي وعاوزك تسأله سؤال. شوف تحب تسأله تقول له إيه؟ أهلا وسهلا بماثيو. طبعا جميل إنه بدأ يهتم بالتكنولوجيا من صغره،
خلينا نسأله مثلا، يا ماثيو ايه اكتر حاجة في التكنولوجيا او في الروبوتكس بتحبها او بتحس انها بتلهمك؟ موضوع ان انا اقدر اعمل حاجه واديها لايف. طيب انا عايز ماسيو دلوقتي يسالك سؤال وترد عليه. طبعا بكل سهولة. يلا يا ماثيو اسأل. صح. تمام. تقدر ازاي تكونتريبيوت الثيوري بتاعت الستاندرد موديل مع الكوانتم ميكانكس اللي مستخدمه في الكوانتم كمبيوتر؟ سؤال عميق ومثير للاهتمام يا ماثيو. ببساطة الفكرة إنك ممكن تساهم في دمج أو ربط الستاندرد موديل مع ميكانيكا الكم في مجال الكوانتم كومبيوتينج عن طريق فهم كيف النظريات الفيزيائية الأساسية دي ممكن تترجم لخوارزميات أو مفاهيم جديدة. يعني تقدر تفكر فيها كجسر بين الفيزياء النظرية والحوسبة الكمية، وإنك بتساعد في إن النظريتين يتكاملوا ويشتغلوا مع بعض بشكل أفضل. يعني بجد مبسوط جدا ان قاعد معاك، انا صح. والهيستوري بتاعك ومستقبلك ان شاء الله رائع جدا، وباذن الله تحقق كل اللي بتعمله. انت حابب تطلع شاء ايه لما تكبر؟ حاجات كتيرة الصراحة، بس primarily astrophysicist. رائع جدا. فالفكرة ان انا عايز اقدر ادخل الاستروفيزيكس once and for all مع الكوانتم ميكانكس، عشان الصراحة الموضوع ده هيفيد كتير في التكنولوجي. طبعا. عايزك بقى توجه رسالة في الآخر كده للناس اللي ما دخلتش لغاية دلوقتي، اللي ممكن يكون في جريد 7 أو جريد 10 وجريد 12 ولسه لغاية دلوقتي ما دخلش مجال التكنولوجي، تقول له يعمل إيه؟ احب اقول له يبدأ يتعلم. ممكن يبقى الموضوع في الاول غلس، حصلت معايا كتير. اسمع مني دوت هيفيدك في الاخر. النولج اللي هتكسبها في الوقت الغلس ده هتخلي الموضوع ممتع، هيخلي ليك كنترول، هتخليك عارف ماسك كل حاجة. هتبقى بدل ما بس بتتعلم وبتسمع بتجرب، انت بتبدع، انت بتكون. آخر سؤال هسأله لك، هل ارتباطك بالكودينج والتكنولوجي والبروجرامينج ده بعدك اجتماعيا عن الحياة الاجتماعية؟ لا ولا خالص. مم. خالص، بل بالعكس ساعدني ابني علاقات جديدة. حلو قوي. ماسيو، أنا شكرا ليك ونورتني، ومستقبل جميل إن شاء الله مستني. ان شاء الله. شكرا يا ماسيو. شكرا. شكرا.